بعد كده راح للجزء اللي اشتغل عليه اخر 48 ساعه، وده كان تصميم وطباعه الاكسدام الامامي. هو نزل موديل 3 دي لعربيه شيلبي جي تي 500 لعبه فيديو، وعدل عليه طبع الاكسدام 3 دي على هيئه 8 قطع. بعد ما طبعهم بدأ يجهز الأطراف للثمان قطع وجمعهم ولحمهم بلاستيكيا مؤقتا عشان يجرب المقاس على العربية. فعلا جربه ولقاه مش كبير قوي، بس في تعديل بسيط محتاجين يعملوه، زي انهم يقطعوا جزء من جوه عشان يركب كويس. قرروا يكملوا فيه وبدأوا عملية تقويته بالألياف الزجاجية. غطوه بثلاث طبقات من الفايبر جلاس وحطوا جواه فاكيوم باج عشان الفايبر جلاس يمسك مظبوط في الاكسدام البلاستيك. ده كيس بيتوصل بجهاز زي المكنسه الكهربائيه عشان تفرغ منه اي هواء. ليه استخدامات كتير منهم اللي اتكلمنا عليه، وفعلا عملوا العمليه دي بنجاح. في الوقت ده كان اوسكار شغال تحت العربيه بيخلص لحامات البانلز من تحت، بالتحديد في الجزء اللي هيتركب عليه السايد سكيرتس. بعد ما خلص اللحامات تركبوا العتبات دي مؤقتا عشان ياخدوا فكره عن الشكل النهائي. بيبداوا في مرحله تثبيتها في جسم السياره بشكل نهائي. استخدم بانل بوند لتثبيت السايد سكيرت بعد ما قصوا جزء للرف الخلفي وجزء للباب وجزء للرفرف الامامي. عشان يزود قوه تثبيت العتب الجانبي قرر انه هيستخدم طريقه التثبيت الميكانيكي، وبتكون مسامير لتثبيت العتب الجانبي مع الصاج جسم العربيه. وبالفعل تاني يوم السايد سكيرت كان راكب زي الفل. بعدها لاحظ حاجه مهمه جدا، عجل السياره الخلفي مش راكب في نص التجويف في الرفرف. ده لان المسافه بين العجل الامامي والخلفي في موديل 2019 مختلفه عن الشيلبي كلاسيك اللي بيحاول ليها، فلازم ينقل مكان الرفرف شويه.